السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركات الغاليات، إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما شفتوا في الفيديو اللي فات تلقاو في صندوق الوصف طريقة عمل باترون والتفصيل. اليوم نمروا طريقة الخياطة. نبداو بأول قطعة اللي راكم تشوفوا فيها، هذه تاع الخلف. يعني خيطناها، قلبناها وخيطنا عليها 2 يعني خياطات، يعني تقريبا نصف سنتيم بين خياطة واختها، يعني باش تجينا لا فينيسيون شابه. نمروا الامام ولا نخيطوا الكول هو الاول. نلاقوا القطعتين تاع الكول مع بعض بهذه الطريقه هكذا. يعني استحقينا في هذا الموديل متر من قماش سكاي، العمر 4 سنوات 5 سنوات يلبس. هذا المقاس اللي تحب تزيد في المقاس يعني تزيد فيه ودير، يعني تاع 6 سنوات 7 سنوات تزيد في الطول تاع لافيست، تزيد في العرض 2 سنتيمتر، يعني في العرض الصدر وعرض الخصر والطول. يعني وهي خدمة الطول خاطر التركيز درنا 15 سنتيم، ندير 18 سنتيم. بعد ما خيطنا هذا الكول نجو نمقصوه كما راكم تشوفوا باش يدور لنا وتجينا، يعني يعني نقولوا الراحه تاعو. هذا الكول باش كيدور دور يعني مريح، ما يدورش يعني مكرفص. هكذا بهذا الشكل حاولوا كامل يعني نخرجوا ذاك السكاي ميقعدش للداخل بهذا الشكل. من بعد نمروا الخياطة، يعني نديروا الخياطة الأولى ونزيدوا الثانية كما درنا في الخلف، نفس الطريقة نديروا نصف سنتيم نخيطوا الخياطة الأولى، يعني من بعد نزيدوا يعني نصف سنتيم ونخيطوا القطعة الثانية، نقصوا يعني الجهتين. بعد نقلبوا الكول. يعني تقدروا تزيدوا المقاسات على هذو لكم 2 سنتيم، تبغوا تنقصوا تاع 3 سنوات نقصوا سنتيم. هنا نمروا نديروا الخياطة الأولى بعد نزيدوا الخياطة الثانية. هذا يعني كشكل ولا كفينيسيو تندار للسكاي. نفتحوا يعني نسقموا الكول تاعنا ونبداو نخيطوا على الحاشية تاعو، يعني ما تخلوش. شوفوا هنا الا غبنتكم محبتكمش تمشي ديروا لها الزيت تاع الماكينه، الزيت تاع الماكينه الخياطه، ما تجيبوش الزيت تاع الطبخ ولا اي زيت اخرى، جيبوا الزيت الماكينه، لانه كنديروا زيت واحد اخرى يعني حتخسر لكم الماكينه تاعكم. ديروا الزيت تاع الماكينه احسن ويسهل عليكم الخياطه تاع هذا سكاي. يعني هنا ما كنتش دايره الزيت، يعني شويه ما حباش تمشي لي مليح. من بعد درت الزيت يعني ولات تمشي لي عادي وتجي الخياطه تاعها رائعه. شوفوا هنايا ها هي خيطنا، نزيدو يعني الخط الثاني نصف سنتيمتر ونديرو الخط الثاني. يعني كي متكونوش دايرين الزيت يعني يبدا يعني يتكمش لكم، من الاحسن ديروا الزيت باش يمشي بسلاسه. انا قلت لكم ما كنتش دايرت له الزيت، يعني شويه عذبني في الخياطه تاعو. هذا هو، شوفوا هنايا كيفاش خرج لي من بعد، يعني كي نحدو يعاود يعني
نكويه بالمكواة يعاود يتسقم. هذا هو الشكل تاع الكول. بعد ما كملنا الكول ننتقل إلى خياطة الجيوب. كما راكم تشوفوا هذه القطعة فيها تقريبا 14 سنتيم على 5 سنتيم. هذه ما فصلتهاش معاكم، يعني ديروا فيها 14 سنتيم على 5 سنتيم. ولهذيك يعني كما راكم تشوفوا خيطتها، ركبت لها هذاك السكايطة الدوغي يتباع 7 في المتر، يعني العرض تاعو 5 سنتيم، مثل خدمت به واحد لافيست يعني يبقى لي. المهم ركبوه خيطوه عادي. هذوك القطعتين اللي فصلناهم تاع الجيب لاقوهم، ندير لهم داك السكاي في الوسط ونخيطهم كيما البيي. من بعد نديرو هذه الفتحه اللي راكم تشوفوا فيها، ندخلوا ب9 سنتيم يعني ونهبطوا وندخلوا من الجهه الاسفل باش نديروا هذا الخط المائل. ندخلوا ب5 سنتيم ونديروا 10 سنتيم تاع هذا الجيب، نفتحوه ونديروا له مثلث، يعني نقصوا المثلث تقريبا 1 سنتيم و1 سنتيم. نبداو نخيطوا هذيك القطعة الأولى اللي هي 14 سنتيم على 5 سنتيم، نخيطوها هكذا مع الجهة، يعني الجهة اللي تجي من جهة الجانب، نبداو بها هي الأولى هكذا ونقلبوها هكا. شوفوا تبعوا هذه الخطوات وركزوا. نزيدوا هذيك القطعة اللي كبنا لها هذاك سكاي دوغي وخيطناها، يعني قلبناها، نبداو ثاني نخيطوها في يعني 1 سنتيم ثانيك في الجهة الأخرى تاع الجيب. يعني طريقة سهلة الخياطة. ها شوفوا لقينا هذه الجهة وزدنا الجهة الأخرى، بان يعني الجيب ولا يبان في هاهي. شوفوا هنايا كيفاش بان فخرج، بقى لنا غير لا دوبلور. شوفوا ذاك المثلث كي طويناه من ومنا، يعني ها هو الجيب اللي تحب دير جيب حقيقي، تحب دير جيب يعني غير هكا كشكل، تخيط عادي وتبلعو، يعني دير خياطة وتبلع تسيبريمي هذاك الجيب يبقى كشكل. اللي تحب دير جيب حقيقي نديرو له لا دوبلور. دوك تشوفوا كيفاش لصقوا لا دوبلور. نبداو نخيطو هذاك المثلث مع ذوك الزوج قطع باش ما يفتحلناش الجيب هكذا. نزيدو الجهة الثانية هاهي، داك القطعة تاع المثلث نخيطوها مع ذوك الزوج قطع اللي ركبناهم للجيب للفيست. هذه هي، شوفوا هنايا الشكل هاهو. بقالنا لا دوبلور تاع الجيب، يعني باش نديرو يعني جيب حقيقي. نجيبو القطعة ديك تاع لا دوبلور اللي فصلناها يعني ونلاقوها مع القطعتين، يعني هذوك اللي ركبناهم هكا، ونزيدو الجهة الأخرى نلاقو معاها هكذا. هكا نبداو يعني نخيطو. ها هنا الجيب على دوبلور، نبداو نخيطوه يعني نديروه شكل دائري، يعني ندورو منخلوش هكاك مستطيل، ندورو نحو هذيك الزائدة نرسموها على شكل جيب يعني، ونبداو نخيطو من الأسفل يعني خط خط عادي، ومن بعد نقصو هذوك الزوائد. هذو هما الزوائد نقصوهم باش يخرج لنا الجيب دائري من الداخل. هذا هو الشكل. قلنا الخياطة نديرو الخياطة من الخارج، يعني باش يعني الجيب يجينا متين يعني وما يتقطعناش، نعاودولو بالخياطة كشكل من يعني من الخارج،
ندورو كامل على هذاك الجيب بالخياطة. يعني هنا عسّوا رواحكم الجيب تخيطوه تسيبريموه، يعني تبلعوه تغلقوه. خيطوا كامل على هذاك الحاشية تاع الجيب باش تثبت لنا الخياطة ما يتقطعلناش الجيب. مام الشكل تاعو يعني يجي يعني لافينيس تاعو تجي شابة. الخيط هنا راه غادي يتقطع لي من السكاي. نكملو الخياطة كامل هذوك الحدود تاع الجيب نخيطوهم. ها هنايا ها كملنا. هاو الجيب يعني حقيقي، البنت يعني تدخل يدها عادي فيه. طريقته سهلة وبسيطة. هنا كملنا القطعتين يعني تاع الجهتين، الجهة اليسرى والجهة اليمنى، كبنا لهم الجيوب. جات لافينيسيو رائعة. في بلاصة داك سكاي دوغي تحبوا ديروه، تحبوه ما ديروش عادي، تحبوا ديروه في الاسود، تحبوا ديروا يعني اي لون تكاسوا به هذه لافيست عادي. يعني في الذهبي خرج رائع. اي سكاي تقدروا ديروه في بلاصة هذاك سكاي اللي درتو انا. يعني هذا سكاي يخدموا به الافريشة، يدير 7000 للمتر. العرض تاعو 5 سنتيمتر والطول تاعو طبعا متر. نجيبو هذا السحاب اللي شيتو، قلت لكم اشرو هذا اللي يجي اسنان تاعو ذهبيين باش تخرج لكم يعني حديد من الحديد، الاسنان تاعو يجو حديد. يعني نطلعو ب 2 سنتيمتر من جهة يعني الاسفل من جهة لافيست، نخلو حق الخياطة حق الكفة، طلعوا ب2 سنتيمتر ونخيطوا هذه السحاب مع لافيست. نحلوها هذه الجهة، نخلوها من بعد لصقها الجهة تاع اليسرى. نبداو نخيطوا هذيك القطعة تاع الامام مع اختها، نلاقوهم بهذا الشكل يعني عادي هكذا. ها شوفوا هنايا كيفاش خرجت لنا السحاب. نبداو بالخياطة باش نرقدوا هذه يعني رقدوا الخياطة، نمروا نخيطوا على يعني واحد المليمتر على السحاب ونديروا خياطة الأولى. يعني لافينيسيو هذه كشكل يعني بتجينا لافينيسيو شابة في السكاي كيما درنا في الخلف، نديروا في هذه الجهة تاع الأمام. جهة هنا الجهة اليمنى كتحبوا تفصلوها للأولاد عادي نفس طريقة التفصيل نفس طريقة الخياطة. هنا في السحاب ديروه من جهة اليسرى، الأولاد ديروا الجهة اليسرى، في البنات ديروا السحاب من الجهة اليمنى. يعني نفس التفصيل، فصلوا الأولاد عادي، حبيت تفصلي لوليدك لافيست يعني فصليها بهذه الطريقة بهذا يعني المقاس. يعني في الأكمام اللي ما ديرهمش يعني كونفلي ديريهم عادي، نقصي هذيك 10 سنتيم اللي زدناها تاع يعني هذيك لي بوفو هذاك وزيدي يعني وفصليه عادي أكمام عادي. يعني تحصلي على فيست من سكاي لوليدك. كاش فرق بين هنا البنات والأولاد في التفصيل ولا في الباترون، يعني نفسه خدميه لوليدك فيستا للعيد. نجو القطعة الثانية هذيك لاقوها مع سكاي، يعني هنا مش حنركبوا سحاب. الأولاد قلت لكم ركبوا في هذه الجهة، في هذه الجهة ركبوا السحاب، البنات في الجهة اليمنى، الأولاد في الجهة اليسرى. نعاودوا نفس طريقات الخياطة، يعني نديروا 2 من الخياطة، نخيطوا على الحاشية تاع ديك الخياطة اللي خيطناها يعني واحد المليمتر، ونزيدوا نعاودوا بنصف سنتيم ونعاودوا الخياطة عليها. شوفوا هنا عسو الجيب برك يعني تخيطوه، يعني راقبوه نتوما تخيطوه نتوما تراقبوا الجيب باش ما يتخيطلكمش مع هذيك الخياطة. شوفوا هنايا ها هنايا الشكل خيطنا
هذه هي. بعد ما خيطناهم في 2 هنا نقصوا هذيك السحاب، عاودنا ركبنا لها يعني اختها، نحو كامل هذاك يعني اسنان، نحوهم بالمقص باش يعني كي نجو نخيطو ما يكسروناش الابره. هنا لصقوا الكتف يعني مع بعضه، الكتف تاع الامام مع الكتف تاع الخلف. هنا بدينا نلاقو في الفيست. ان شاء الله تكونوا فهمتوا وتكون الصوره واضحه. من بعد نديروا نفس الخياطه اللي درناها في يعني مع السحاب ومع الجهه تاع اليسرى. نديروا الخياطه الاولى ونزيدوا الخياطه الثانيه، يعني هذه خياطه تعطيكم شكل رائع لهذه لافيست. لا فينيسيو رائعه يعني كما تتباع في المحلات. نعاودوا يعني بنصف سنتيم نعاودوا ثاني الخياطه. ها هنايا شوفوا كيفاش خرجت تاع الخلف، شوفوا الخياطه تاع الخلف وتاع الكتف. نزيدوا الجهه الثانيه تاع الكتف بنفس الطريقه، نلقوهم. لكم تحبوا تخيطوا الاولاد تخيطوا الاولاد عادي بنفس الطريقه. عندنا السحاب ودكم ديروه من جهه اليسرى للاولاد، الجهه اليمنى للبنات. ما ديروش داك الدوغي للاولاد، ديروه سامبل، الجيوب ديروهم سامبل. تحبوا ديروا كاش اضافات يعني كاش اكسسوارات للاولاد تكون سبيسيال للاولاد ديروهم عادي. نجو هنا لصقوا الكول. بعد ما لصقنا الكتفين يعني ندخلوا ب5 سنتيمتر، يعني نعينوا بالقلم يعني المكان من جهتين باش نلصقوا الكول تاعنا هذا اللي خيطناه هو الاول. تحبوا ديروا الوسط مع الوسط، حبوا تبداو بهذيك 5 سنتيم ونمروا. انا درتها من جهه 5 سنتيم ودرت على الكول يعني جاتني يعني نفس القياس. انا هكذا ونمروا كامل فوتوا على الدوران هذيك الرقبه الخلف والامام. يعني تبعوا الخطوات والله سهله، تدي وقت لكن سهله. هنا الفيديو قسمت لكم على قسمين، يعني تاع الخياطه جاتني طويل، فيديو طويل قسمت لكم على يعني قسمين. عندنا القسم الاول الجزء الاول اللي درنا طريقه يعني العمل الباترون والتفصيل. عندنا الفيديو هذا درت لكم طريقه الخياطه، والفيديو الثالث ندير لكم طريقه يعني باش نكملوا كامل نخيطوا لا دوبلور، نكملوا الاكمام نلصقوهم نفس كاع كامل المراحل حتى نكملوها كامل. هنا نجيبوا لا دوبلور نلصقوا القطعه تاع يعني التسجاف هذاك تاع يعني هذاك التبطين، لصقوه مع لا دوبلور خيطوا هكذا. بعد ما خيطنا يعني تاع الخلف لقينا القطعتين هذوك مع بعض تاع الخلف، لقينا الجهتين تاع لا دوبلور مع يعني التبطين باش نخدموا لا دوبلور هذه لا فيست. ها هنا لقينا يعني الكتفين مع بعض تاع لا دوبلور هذا. ها هذا هو، شوفوا هنايا الشكل تاع كيما خيطنا يعني الجهه تاع يعني الواجهه تاع يعني الفيستا تاع برا خيطنا لا دوبلور نفس الطريقه. هاي هنا لا فيست تاعنا راهي مخيطه. نجو نركبوا هذا السحاب من جهه يعني اليسار، نخلو 2 سنتيمتر كما درنا في جهه الامام وركبنا السحاب، نديرو يعني 2 سنتيمتر ونطلعوا بالخياطه هكذا حتى نوصلوا للكول. ونبداو يعني نقصوها، نخلو 2 سنتيمتر ونقصو ونحو هذوك يعني اسنان باش قلت لكم ما يغبنوناش في الخياطه. ها هنا نحيناهم. نجيبوا هذا لا دوبلور اللي لقيناه، لاقوا هذيك التبطين مع
جهة السحاب، ونبداو يعني نخيطو نطلعو حتى الكول، من بعد ندورو نلصقو يعني هذيك الرقبة يعني جهة الكول، يعني طريقة سهلة كي تكونوا يعني فصلتوا بطريقة صحيحة يعني تجيكم خياطة سهلة. نفوتوا كامل على الرقبة، لصقوا لهذيك لا دوبلور، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا جاني الفيديو طويل يعني قسمت لكم على 3 أقسام. تلقاو الفيديو الأول في صندوق الوصف، اللي ما شافتش الفيديو الأول طريقة عمل الباترون وطريقة يعني التفصيل تلقاوها في صندوق الوصف. وهنا نعاود نذكركم بهذا المقاس هو ل4 سنوات و5 سنوات. تحبوا تزيدوا يعني المقاس زيدوا 2 سنتيمتر، ديروا تاع 6 سنوات 7 سنوات زيدوا 2 سنتيم في كل مقاس، ولا تعبروا على بناتكم يعني دوران الصدر زيدوا له 4 سنتيمتر يعني، ودوران الخصر يعني زيد له 4 سنتيمتر يعني، وتخدموا لهم هذه لافيس تزيدوا الطول كيما تحبوا، تزيدوا 2 سنتيمتر ولا يعني تخلوا نفس الطول يعني كيما تحبوا تلبسوها لهم كوبي ولا طويله يعني عادي. هذه لافيس تجي كوبي ما تجيش يعني طويله. هنا نبداو نمقصوا هذاك الدوران تاع الرقبه كامل كيما راكم تشوفوا هكذا، نقصوا ولا نقصوا مثلثات حتى نوصلوا للاخر. المهم هذا هو الفيديو، هنايا نكملوا لهنايا، ومن بعد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله نديروا طريقه كيف ركبنا الاكمام، كيف ركبنا كمام تاع دبلور، كيفاش بلعنا، كيفاش غلقناها كامل، كيفاش خيطناها من الخارج. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. خلوا لي تعليقاتكم الحلوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.